تخيل لو لمبة الصالة فرقعت قامت لمض الشقة كلها فصلت والدنيا ضلمت، هل ده بيحصل؟ طبعا ده ما بيحصلش، بس تفتكر ليه؟ في دقيقة واحدة هقول لك أصل الحكاية لسر الدائرة الكهربائية. الكهرباء عبارة عن شحنات ماشية في مسار مغلق اسمه الدوائر الكهربائية، واللمبات والأجهزة جوه المسار ده بتتوصل بطريقتين حفظ زي اسمك. الطريقة الأولى هي التوالي، اللمبات ورا بعض في مسار واحد ما تفرعش، لو لمبة واحدة اتفكت أو باظت المسار بيتفتح والكهرباء بتقف، وعشان كده شدة الإضاءة بتقل كل ما تزيد اللمبات. الطريقة التانية وهي التوازي، والكهرباء بتكون ليها أكتر من مسار بتتفرع فيه، لو لمبة باظت الباقي بيفضل منور وعايش حياته، وشدة الإضاءة بتفضل ثابتة مهما زودت لمبات، وده اللي متقفل بيه بيتك ومدرستك. وعشان الدايرة دي تكمل محتاجة بطارية كمصدر يدفع الشحنات، ومفتاح نتحكم منه في فتح وقفل الدائرة، والأسلاك لازم تكون من مواد موصلة تسمح بزريان الكهرباء زي النحاس، ومتغطية بمواد عازلة ما بتوصلش كهرباء زي البلاستيك عشان تحميك من الصدمة الكهربائية. يعني بيوتنا متوصلة توازي والأسلاك نحاس معزول ببلاستيك. قول لي بقى يا بطل في التعليقات، لو المسار مفتوح الشحنات هتمشي واللمبة تنور ولا لأ؟ مستني إجابتكم الذكية. معاكم مستر أحمد قناة سكول ميكس، يلا سلام.